بيحاولوا يقنعوا العالم بقصص وحكايات بقى لها آلاف السنين، وبيقولوا انهم اصحاب الارض. بس هل التاريخ فعلا بيقول كده، ولا الحقيقه انهم كانوا مجرد عابري سبيل وتاريخهم كله عباره عن غدر ونقد للعهود حتى مع الانبياء؟ النهارده احنا مش جايين نحكي قصص قبل النوم، احنا جايين نفتح الدفاتر القديمه، الدفاتر اللي بتثبت ان وجودهم في الارض دي كانت مجرد فتره عارضه، وانهم عمره ما كانوا اصحاب حق، بل كانوا دايما مصدر للقلق والفتن في كل مكان دخلوه، من تيه سيناء لحد غدرهم في المدينه، ومن تزوير التاريخ لحد احتلال النهارده. هنعرف ليه هم ابعد ما يكون عن الارض دي، وليه صفه الخيانه ارتبطت بيهم في كل كتب التاريخ. ركز معايا في كل كلمه، عشان النهارده هننسف الاساطير دي كلها ونكشف الوش الحقيقي لبني اسرائيل. انا زياد، وده فيديو حكايه اسمها بني اسرائيل. اولا، في منطقه الشام وجزيره العرب دي كلها، واللي اصبحت فيما بعد تقسيم الدول الى فلسطين ولبنان وغرب الاردن وغرب سوريا، فتاريخيا الناس اللي سكنوا الارض دي من سنه 3500 قبل الميلاد كان اسمهم الكنعانيون. وخد بالك بقى الارقام اللي هنذكرها هناخد من 3500 وانت نازل لحد ما نصل للصفر، وبعد كده من بعد الميلاد هنبدا نعد 1 2 تصاعديا وانت طالع. الكنعانيون دول بقى كان اصلهم عرب من الشعوب الساميه، والساميون دول اللي هم يبقوا من نسل سام ابن نوح عليه السلام. تلك المنطقه ومحيطها اللي كانوا بيتكلموا العربيه او العبرانيه او السريانيه او الحبشيه وغيرها. لذلك تسمع مصطلح معاداه الساميه عن اللي بيتكلم عن الصهاينه خصوصا او عن اليهود عموما. يقول لك ايه ده، انت بتعادي الساميه؟ يعني العرق السام، يعني بتعادي ابناء سام ابن نوح عليه السلام. ودي بقى حضرتك اول اشتغاله ومغالطه تاريخيه، لاننا كلنا كعرب من ابناء سام ابن نوح وساميين برضه، واللي هو بيعمله دلوقتي سواء في غزه او في سوريا او في سائر بلاد العرب والمسلمين ده برضه يسمى معاداه الساميه. خد بالك بقى من النقطه دي وما تخليش حد يمسكك بيها. المهم يا راجل يا طيب ان كل شعوب المنطقه دي من بعد طوفان نوح عليه السلام برضو كانوا وثنيين وبيعبدوا الاصنام، لحد سيدنا ابراهيم برضو اللي كان من نسل سام ابن نوح عليهم جميعا السلام. وعارفين احنا طبعا قصته مع النمرود ابن كعنان اللي كانت في العراق، واللي حصل فيها تحطيم الاصنام والدعوه لعباده رب العالمين. وبعدما نجاه ربك سبحانه وتعالى هاجر سيدنا ابراهيم للمنطقه دي في القرن ال18 قبل الميلاد. خد بالك احنا نازلين من 3500 ل 1800، كل ده والمنطقه لسه لا ظهر فيها اسم فلسطين ولا بيت المقدس ولا بني اسرائيل اصلا، ولا كان ليها اي ذكر ولا اي حاجه. وكان من نسل ابراهيم اسماعيل واسحاق عليهم السلام. اسماعيل راح الى جزيره العرب في القصه الشهيره بتاعت زمزم والصفا والمروه وعاش وتزوج هناك. اما اسحاق فعاش في الارض دي وجه من ذريته ابنه يعقوب عليه السلام، واللي كان معنى اسمه بالعبرانيه اللي بيتكلموها اسرائيل يعني عبد الله، واللي اولاده اللي جم من بعده بيقولوا بني عبد الله او بني يعقوب او بني اسرائيل عليهم السلام. وانتوا عارفين طبعا زي ما ورد في القران عملوا ايه في اخوهم يوسف وقصه البئر والذئب، لحد ما وصل انه بقى وزير في مصر بعد ذلك، لحد ما جت الاسره كلها مع سيدنا يعقوب الى مصر مع اولاده وعاشوا مع اخوهم سيدنا يوسف هناك في الدنيا. اذا فهم كانوا عايشين كقبيله بره المدينه في ارض كنعان، وجم الى مصر الدنيا. ذريتهم بقى حضرتك عاشوا في مصر لمده 430 سنه بعد موت سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب واخوه يوسف عليه السلام. الذريه اللي بقول لحضرتك عليها دي عاشت في الارض فسادا وسط اقباط مصر، زي ما اقول لك كمان شويه. خلي بالك بقى لما اقول اقباط مصر مش معناها مسيحيين، لان اهل مصر وقتها غالبيتهم كانوا وثنيين او لا دينيين، وكان من ضمنهم بيعبدوا اصنام وكواكب وحاجات عجيبه كده. وما كانش اصلا سيدنا عيسى جه ولا بعث ولا كان في رساله اصلا عشان يبقى في مسيحيين، بس كان اهل المنطقه دي اللي هم في مصر اقباط، زي ما اسم اهل المنطقه دي في فلسطين كان اسمهم وقتها كنعانيين. وفي الفتره دي بقى خرج الهكسوس من مصر على يد احمس الاول سنه 1550 قبل الميلاد، وانتقلت مصر من حكم الهكسوس لحكم الفراعنه. وكل ده وبني اسرائيل لسه موجودين في مصر. ريبه بقى على تخريب اقتصاد، على تخريب اخلاق، ده غير زرع الفتن والقتل والنهب وغيره. ده حتى ان قارون اللي ذكر القران كان من بني اسرائيل اللي استعلوا واستكبروا بغناهم الفاحش. في الوقت ده بقى ضيف على كل البلاوي اللي سمعتها واللي عملوها في اقباط مصر مساندتهم للهكسوس اللي احتلوا المصريين، اللي اكرموهم واستقبلوهم لقرون من الزمن. فلما بدا فرعون اضطهاده لبني اسرائيل ما كانش لوحده بس هو اللي كارههم ومستقصدهم، ده هم اصلا كانوا منبوذين من مصر اللي هم الاقباط بسبب خيانتهم وفسادهم. حتى القصه بتاعت ان فرعون اضطهدهم لانه شاف في المنام ان طفل منهم هيتولد ويكون سبب هلاكه كانت مجرد راي وتفسير اورده ابن كثير في كتاب لسبب الاضطهاد، الا ان ده ما ينفيش ان سبب اضطهادهم الرئيسي كان بسبب فسادهم وافسادهم اللي ذكروا التاريخ وذكروا القران. حتى انك لما تشوف قرار فرعون بانه يقتل الذكور منهم بس ويسيب النساء، واذ نجيناكم من ال فرعون يسمونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، هتشوف هدف فرعون كان واضح جدا انه يقضي على نسلهم ويفني ذكورهم تماما. وده مش هيكون الا بالقضاء على الجيل اللي عايش ومنع تزوجهم وتكرار هذه المأساة مرة أخرى. وده برضه كان قرار ظالم من فرعون وقتها. وصفه ربك سبحانه وتعالى بأنه علا في الأرض وبيقتل أبرياء تانيين ما لهمش ذنب حتى وإن كانوا من بني إسرائيل. المهم إن ربك سبحانه وتعالى نجاهم
واداهم الفرصه تاني على ايد سيدنا موسى عليه السلام في القصه الشهيره بتاعت تحركهم من محافظه الشرقيه في مصر الى البحر الاحمر وانشقاق البحر، وانهم يعدوا للناحيه الثانيه وهلاك فرعون امام عينهم وهم واقفين على شاطئ سيناء من الناحيه الاخرى. لذلك كان في القرن ال13 قبل الميلاد. وكل ده بقى ولا كانوا هم وقتها بيتقال عليهم يهود، ولا كان عندهم قضيه ان هم يروحوا للارض المقدسه ولا اي حاجه، حتى ان الارض دي اول خطوه تاريخيه تسجل اسم لها اللي هو في مصر تحديدا في الاقصر في معبد رمسيس الثالث. تذكر اسم شعب مجاور لمصر اسمه فلسط حارب مع رمسيس الثالث سنه 1150 قبل الميلاد. ايوه فلسط زي ما سمعت كده، والاسم اتكرر في اكتر من برديه او اكتر من نقش على حوائط الفراعنه. المهم انه طلع بقى بني اسرائيل من معجزه البحر لسه شايفين المعجزه قدام عينهم، فلقوا ناس بتعبد اصنام قدامهم. قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله. وبعد قصه عباده عجل السامري المشهوره والموجوده برضه في القران، فسيدنا موسى قال لهم يا بني اسرائيل دلوقتي احنا خرجنا من مصر، هنروح فين؟ هنطلع على الارض اللي كان فيها اجدادكم، الارض اللي عاش فيها يعقوب النبي عليه السلام واولاده اللي هم اجدادكم. يلا بينا نرجع لها تاني. والارض دي دلوقتي بيحكمها ناس اسمهم العماليق اللي هم احفاد الكنعانيين اللي انتوا كنتوا عايشين فيها عندهم. يلا بينا ندخلها. قالوا يا موسى ان فيها قوم جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فانا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليها ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. فكتب الله سبحانه وتعالى عليهم ذلهم بالتيه في ارض سيناء لمده 40 سنه يلفوا فيها في دوائر كده في قلب الصحراء، ولا عرفوا ليهم مخرج حتى. فانا يجي لي الذل ده كله تماما وجي جيل تاني يستحق فرصه جديده. خد بالك من الكلام ده. طبعا كان سيدنا موسى وسيدنا هارون مات، جه نبي جديد اسمه يوشع ابن نون، وده كان بعد سيدنا موسى في القرن ال12 قبل الميلاد. هو اللي اخذ الجيل الجديد ده ودخل بيهم الارض المقدسه وحكموا فعلا واصبح ليهم مملكه هناك، واللي حكمها فيما بعد سيدنا داوود وسيدنا سليمان في العصر الحديدي. وكان في الفتره دي برضو الملاحم اللي ذكرها القران زي طالوت مع جالوت ومحاوله تثبيت حكمهم فيما يسمى بالعصر الحديدي. العصر الحديدي ده هو اللي بدأ فيه الانسان استخدام الحديد في تصنيع السلاح وبعض الادوات البدائيه. خد بالك هنا في نقطه مهمه جدا، ان بني اسرائيل لما دخلوا الارض المقدسه كانت مدينه القدس قائمه وموجوده مش قبلهم ب100 ولا 200 سنه، دي موجوده من القرن ال30 قبل الميلاد، وكانت اتبنت على ايد شعوب اسمهم اليابوسيين. وكانت مدينه القدس في القرن ال18 اسمها يابوس، واللي كان بيحكمها وقتها ملك اسمه ملكي صادق من اليابوسيين، الراجل المؤمن اللي استقبل سيدنا ابراهيم عليه السلام بعد ما جه من حادثه النمرود في العراق، وسموها بعدها اور سالم او جبل السلام، واللي اصبحت بعدها لما استولى عليها بني اسرائيل اور شالم، ومؤخرا بقى اسمها اورشليم زي ما هو ثابت في مخطوطات تل العمرانيه المصريه الى يومنا هذا. المهم بقى انه من سنه 900 قبل الميلاد لحوالي 597 قبل الميلاد كانت هنا مملكه بني اسرائيل ومملكه يهوذا، وكتبهم التوراه اللي انزلت على سيدنا موسى، واسم بني اسرائيل اصبح يطلق عليهم اليهود نسبة إلى الجد يهوذا ابن يعقوب عليه السلام. يعني خدوا المكان، احترموا من الكنعانيين ومن اليابوسيين كمان، يعني أجدادهم فعلا كانوا في الأرض ولكنهم قبيلة عايشة في البر بعيدا عن الحضر. سيدنا يعقوب ما كانش عايش في مدينة، يعني أجدادهم لا كانوا حكام ولا كانوا أصحاب المدينة، وكالعادة رجعت ريما لعادتها القديمة بعد ما استقروا في الأرض، ربا وفساد وإفساد، وبتزيد عليهم قتل الأنبياء اللي ربك سبحانه وتعالى كان بيرسلهم ما بين الحين والآخر عشان يذكرهم ويفكرهم بما كان عليه موسى وهارون عليهم السلام جميعا. منهم اللي ذكر قتلهم في القرآن زي قصة سيدنا زكريا ويحيى عليهم السلام، ومنهم من لم يذكر اسمه في القرآن، ولذلك لوكب بني إسرائيل بقتلة الأنبياء. لحد لما جه بقى الملك نبوخذ نصر اللي هو ملك مملكة بابل العريقة، ودخل وسوى بيت المقدس وتلك المنطقة كلها بالأرض وشرد اليهود في بقاع الأرض، وده كان سنة 597 قبل الميلاد. وهنا يطلع لنا اسم هيكل سليمان للمرة الأولى. بني إسرائيل قالوا لك والله قبل ما نطلع من المنطقة دي كان الملك سليمان اللي هو سيدنا سليمان بنى لنا معبد هنا في المنطقة دي اللي هو القدس حاليا، ما يسمى بمعبد سليمان او هيكل سليمان. وجي نبوخذ نصر لما طردنا من المنطقه دي هدم المعبد ده تماما، وان الفلسطينيون اللي سكنوا الارض دي بعدهم بنوا بيت المقدس فوق الهيكل المزعوم، وان من حقهم ان هم دلوقتي يحفروا ويخرجوا المعبد ده للنور مره اخرى. مين بقى الفلسطينيون او البلشتيان بالعبريه؟ دول شعوب موجوده في المنطقه دي من القرن ال12 قبل الميلاد. انت متخيل القدمه قد ايه؟ يعني من قبل ما يجوا بني اسرائيل مع سيدنا يوشع ابن نون سنه 900 زي ما قلت لك من شويه
شويه وبيت المقدس ده اصلا موجود. قال لك لا والله، الفلسطينيون دول مش اهل الارض، دول جايين من مدن ساحليه وجزر تانية وبيتقسموا نصين، نص راح على دارنا في ليبيا ونص حط رحاله في عسقلان اللي هي غزه. طب نفترض ان هم فعلا هاجروا سوا زي ما بيقولوا، كنعانيين عرب من اصل اصيل زي ما المصادر بتقول، فتاريخيا الفلسطينيون دول اقدم من كل الحكايات التاريخيه اللي انت سمعتها بتواريخها كلها دلوقتي، وقبل كل القصص دي حتى باسماء الانبياء اللي ذكرناهم. في مين بقى صاحب الحق هنا بالارقام من غير تشغيل دماغ خالص؟ المهم بيظهر الملك الفارسي كورش ويقضي على مملكه بابل اللي هي بتاعت نبوخذ نصر، وتحكم المملكه الفارسيه لاول مره الارض، ودي كانت سنه 539 قبل الميلاد. ويبدا اليهود يرجعوا تاني للارض دي كجاليات كده عايشين في مناطق معينه، وطبعا من غير ما يحكموا. ويمر عليهم الاسكندر الاكبر والدوله المقدونيه سنه 332 قبل الميلاد، ويهزموا الفرس ويخرجوهم من المنطقه ويحكموها. ويعدي عليهم بعدها البطالمه المصريين والسلوكيين السوريين، وتفضل المنطقه كده لاكثر من 400 سنه. حاولوا في هذه الاثناء بني اسرائيل اقامه دوله او مملكه تانية ليهم في المكان ده، ولكنهم كانوا ما بيكملوش ال 80 سنه في اقصى وقت ليهم وينهاروا تاني بعدها. وصل بقى للدوله الرومانيه باحتلالها للمنطقه سنه 36 قبل الميلاد، وكانوا اليهود اول المتوددين للملك الروماني بومبي العظيم، اللي طبعا استفاد منهم كتير وساب لهم شويه حتت كده يحكموها، ولكن تحت ولايته هو طبعا، وذلك لحد ولاده المسيح عليه السلام. هنا بقى هيقف العد التنازلي وهيطلع تاني تصاعدي، لان الميلاد بتاع المسيح عليه السلام تم خلاص. كده يبقى الجزء الاول من حلقتنا خلص. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتقول لي رايك تحت في الكومنتات. انتظروا الفيديو الجاي. كان معاكم زياد، السلام عليكم.